بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام في حلقة جديدة من البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك شاف حسن عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها عم تسمعونا، وعبر البث المباشر لصفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك بوير عربي بترافقونا مشاهدة. يسمى بالتهاب الشتاء، وبالرغم من أنه المرض الخفيف كما يقال طبيا إلا أنه الشديد من حيث المضاعفات. التهاب القصيبات الشعرية موضوع حلقتنا لليوم من البرنامج الخاص، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معي بالاستديو الدكتور صخر عليكة، اختصاصي بأمراض الأطفال. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، يا أهلا وسهلا فيك. للسادة المشاهدين والمستمعين، ورمضان كريم. رمضان كريم دكتور، يسعد صباحك يا رب. بداية دكتور ومتابعونا الكرام نستمع سوا للمقدمة التعريفية يلي أعددناها حول موضوع حلقتنا، وبنرجع لنبدأ حوارنا. اتفضلوا. يعد التهاب القصيبات الشعرية من أكثر الالتهابات التنفسية التي تصيب الأطفال والرضع خاصة. مرض الشتاء كما يقال، وبالرغم من وصف الأطباء للمرض بالخفيف إلا أنه الشديد من حيث المضاعفات وفقا للوصف الطبي. مرض معدٍ، وينجم هذا الالتهاب عن إصابة الجهاز التنفسي السفلي للطفل بالخمج، والذي يكون غالبا فيروسيا، حيث يصيب الفيروس الأجزاء الانتهائية من القصبات المسماة بالقصيبات الشعرية
نظرا لقصر قطرها. ويعتبر الفيروس التنفسي المخلوي RSV هو الأكثر سببا من بين الفيروسات في نسب الإصابات، حيث تعد هذه الفيروسات مسؤولة عن نحو 70% من حالات التهاب القصيبات وفقا للتقديرات الطبية. أما أعراض الإصابة بهذا المرض والتي تكون خفيفة في بدايته منها رشح وسعال وانسداد في الأنف وحمى ونقص في الشهية. إلى ذلك يقول الأطباء أنه لحسن الحظ أن أغلب الحالات خفيفة، إلا إذا ظهرت على الطفل أعراض تستدعي التوجه للطبيب، من بينها ازدياد سرعة تنفس الطفل، وزرقة في الشفتين أو الأظافر، ارتفاع شديد في الحرارة. هذا ويعد غسل أيادي الأطفال وتجنب اختلاطهم مع المصابين من الطرق الجيدة للوقاية وتجنب إصابة الأطفال بالمرض. من جد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير FM، وصباحك دكتور صخر. دكتور، تعد طبعا الالتهابات التنفسية من أكثر الأمراض التي تصيب الأطفال، وخاصة موضوع حلقتنا التهاب القصيبات الشعرية. كيف فينا نعرف هذا المرض؟ المرض التهاب القصيبات الشعرية أو البرونكولايتس ممكن تعريفه ببساطة ب3 كلمات. هو عدوى فيروسية موسمية أو فصلية بين قوسين. ممكن نفصل بهال3 كلمات إنه أولا هو عدوى، هو مرض معدي، يعني ينتقل من مريض إلى آخر. نعم، وهو فيروسي. التعريف الثاني إنه هو مرض فيروسي. نعم. في 100% من الحالات هو مرض فيروسي، العامل المسبب فيه يكون هو عبارة عن فيروس. نعم. موسمي أو فصلي، يعني يحدث في فصل الشتاء، فصل البرد، فصل يكون الناس تتجمع بأماكن ازدحام مغلقة، يسكروا الشبابيك والابواب والناس تتجمع بأماكن الدفء. نعم. بتجمعات دور الحضانة عند الأطفال، فرص العدوى بتكون أكبر يعني خلال الشتاء، تصير العدوى. نعم. الشيء المميز بالمرض انه هو مرض عبارة عن انسداد في الطرق التنفسية القصيبات عند الأطفال. نعم. الفيروس المسبب للمرض دكتور بيستهدف أي الجهاز التنفسي السفلي أم العلوي؟ هلا هو نقول عنه مرض تنفسي سفلي، يعني نعم. الطرق التنفسية السفلية. هو أشيع مرض في الطرق التنفسية السفلية عند الأطفال بالأعمار أقل من سنتين. العدوى تحدث بطريقين. نعم. إما عدوى مباشرة عن طريق القطيرات التنفسية، القطيرات اللي تطلع من المريض عن طريق السعال أو العطاس، أو عن طريق غير مباشر، القطيرات تسقط على مثلا الأدوات، الأماكن، وتصير الانتقال عن طريق غير مباشر، لمس أو نعم. الفيروس المسبب مثل ما ورد بالتقرير عندكم انه RSV او الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، الفيروس المخلوي التنفسي، تقريبا هو مسؤول عن 70 ل 80% من الحالات. فيروسات تانية ممكن تعمل مرض مثل فيروسات بارا انفلونزا، فيروسات الانفلونزا، الادينو فيروس او الفيروسات الغدية، الرينو فيروس او الفيروسات الانفية كمان تسبب المرض. نعم. المرض هو عادة خفيف، ممكن يتفاقم المرض عند أطفال لديهم عوامل خطورة، تقريبا 10 ل 20% من الحالات عند الأطفال. رح نتناول هالمعلومات. بداية خلينا نوضح للمتابعين شو هن الأعراض والعلامات السريرية للإصابة بهذا المرض لدى الأطفال. طبعا المرض بعد ما صارت العدوى، يعني الطفل أخذ الفيروس، يمر تقريبا 3 مراحل. المرحلة الأولى نقول هي المرحلة النزلية، طبعا بعد فترة الحضانة. المرحلة النزلية من 2 ل 3 أيام، يصير في جفاف بالأغشية المخاطية، حرق بالبلعوم عند الطفل. بعدين تبلش الأعراض المرض اللي هو التهاب القصيبات الشعرية،
تقريبا تستمر من 5 إلى 7 أيام الأعراض المرحلة الثانية النموذجية الشديدة. السعال اللي هو مميز كمان بالمرض ممكن يستمر لفترة أطول، تقريبا يظل أسبوعين أو أكثر. دكتور، هون السعال يعني بيندرج ضمن المضاعفات بهذه الحالة؟ السعال هو من أعراض بيبقى أعراض لآخر بعد الفترة النزلية. الأعراض اللي هي تصير عند الطفل المرحلة الثانية تسرع تنفس، يصير عند الطفل تسرع تنفس، يصير عنده ضيق في التنفس، يصير عنده الأزيز أو الوزيز. نعم. اللي هو مميز لالتهاب القصيبات الشعرية عند الأطفال، اللي هو يجي على شكل صفير، صوت صفير، يعني الهواء عم يمر من أنبوب ضيق اللي هي القصيبات، صار فيها تضيق نتيجة الوذمة والنخر الخلوي اللي صار بالمخاطية ببطانة القصيبات، والتراكم المخاط اللي يزيد زيادة بإفراز المخاط من الغدد المخاطية الموجودة بالمخاطية التنفسية. يصير عبارة عن تضيق شديد وانسداد، يعطي صوت الصفير، صوت الوزيز اللي هو مميز على تنفس الطفل. نعم. ممكن يصير حمى خفيفة عند الأطفال، ممكن يصير نقص شهية عند الطفل، يعني ضعف في الإرضاع أو الإطعام. هاي الأعراض تستمر مثل ما قلنا من 5 إلى 7 أيام. نعم. بعد هاي يصير شفاء فجائي، يصير تحسن فجائي عند الطفل، يتظاهر بتبول جيد عند الطفل، يعني أعراض تصير خفيفة كتير، بتخف حدة الأعراض، يعني حدة الأعراض بمرحلة الشفاء الفجائي. السعال اللي قلنا هو من الأعراض المرض، ممكن يستمر لبعدها بأسبوعين أو 3 أسابيع إلى أن تترمم المخاطية التنفسية عند الطفل. نعم. يروح للسعال كمان. يعني بكل الأحوال فترة المرض رح يستمر على الأقل أسبوعين، ما فينا نحن نقصر فترة العلاج لأنه المسبب فيروسي. طبعا نحن كطبيا تداخل طبي أو ما فينا نقصر فترة العلاج أبدا. نعم. فترة المرض العلاج أو التدبير هو بسبيل تخفيف الأعراض، نعم، تخفيف الاختلاطات عند الطفل، وتخفيف الحاجة للاستشفاء، يعني دخول المشفى عند الأطفال. دكتور، الأعراض بين الأطفال الصغار الرضع والأطفال الكبار تختلف؟ هلا قلنا المرض هو يصير عند الأطفال أقل من 2 سنين. الأعمار اللي تكون أصغر، الرضع يعني الأشهر الأولى، تكون لمعة قطر القصيبات التنفسية عند الأطفال تكون أصغر، تصير أعراض، نعم، والوزيز يكون أشد والأعراض تكون أشد. هنا يعني يعود الموضوع لمسألة قطر القصيبة، نعم، لدى الطفل، يعني تشريح الجهاز التنفسي. كل ما كان الطفل أكبر كل ما كانت الأعراض أقل حدة، يعني أقل، نعم، ظهور، يعني نعم، أقل ظهور. دكتور ومتابعينا الكرام، لدينا استطلاع أجوه زملائنا فريق راديو بوير FM مع عدد من الناس حول موضوع حلقتنا. خلونا نستمع سوا للآراء وبنرجع لنتابع الحوار. تفضل. هلا، التهاب القصيبات الشعرية هو من أكثر الأمراض اللي تصيب الجهاز التنفسي عند الأطفال وخاصة الرضع، ومن أبرز الأعراض والعلامات اللي تميز التهاب القصيبات هو العطاس، سيلان الأنف المرافق مع حمى، كمان نقص الشهية. وأعلى نسبة بتصيب الأطفال هي في فصل الشتاء وأوائل كمان الربيع. بينقال إنه الأطفال اللي بينصابوا بالتهاب القصيبات الشعرية مع الأيام ممكن يصير معهم الربو مستقبلا. يعني التهاب القصبات الشعرية هو حالة تصيب القصبات الهوائية الصغيرة في الرئتين. يمكن أن يصيب التهاب القصبات الشعرية الأطفال من جميع الأعمار. ينتشر هذا المرض بشكل أكثر شيوعا في الفصلين الشتاء والربيع. أعراض التهاب القصبات الشعرية قد تشمل السعال الجاف أو السعال المصحوب بإفرازات، صعوبة في التنفس، وارتفاع في درجات الحرارة.
التهاب قصبات هو مرض يصيب رئتين. طبعا هالمرض ناتج عن يا يكون فيروسي أو إنفلونزا، يعني من البرد يعني أغلب شيء. طبعا هالمرض كتير الأطفال هن معرضين لهالمرض، أطفال حديث الولادة تقريبا بالغين. كتير هالمرض ينتشر كتير بفصل الشتاء أكتر لأنه برد وطفل مناعته ضعيفة، لهيك هو معرض للإصابة أكتر. أعراضها تكون السعالة دائما مستمر، الصفير بالصدر، كمان صعوبة بالتنفس، ودائما الطفل يكون عليه حرارة وهو دائما شعور بالضغط في الصدر دائما. وطبعا إذا كان الحالات أكثر من هيك لازم نراجع شي دكتور أو شي مختص بالأمراض الرئتين. هالمرض عادة بيصير نتيجة عدوى الصغار من الكبار اللي بيصير معهم مرض تنفسي بسيط مثل يعني زكام عادي، وبينتقل هالمرض للطفل الرضيع وبيسبب وزمة بالقصيبات الهوائية الدقيقة، وبيسبب صعوبة في التنفس. من أعراض هالمرض العطاس والسيلان الأنفي، وكمان ارتفاع درجة الحرارة ونقص الشهية، بيستمر حوالي يوم إلى يومين. كمان بصير في صعوبة بالتنفس عند الطفل بشكل تدريجي، وكمان مع سعال، والطفل بيحس بضيق تنفس وتسرع تنفس، وتصير الرضاعة من الثدي أو الرضاعة من الزجاجة صعبة كتير. في الحالات الخفيفة هالمرض بيتحسن من يوم إلى 3 أيام، أما في الحالات الشديدة تتطور الحالة بسرعة وخلال عدة ساعات، وهون بيصير في نقص بالأكسجين وبيصير زرقة بالشفايف، وكمان توقف بالتنفس، وهالحالة بدها يعني إسعاف. غالبا ما يصاب الرضع والأطفال الصغار بالتهاب القصبات الشعرية. يكون التهاب القصبات الشعرية أكثر انتشارا في الخريف والربيع. الأعراض قد تتضمن الإحمرار والتورم في فروة الرأس، الحكة، تكوين قروح أو قشور، وقد يصاحب ذلك تساقط الشعر المؤقت. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام. صباحك دكتور صخر، استمعنا للآراء، كيف شفت آراء الناس حول موضوع حلقتنا؟ بشكل عام يعني في معلومات جيدة عند عامة الناس، باعتبار هو مرض شائع وصار عندهم خبرة عند الناس. في أحيانا مفاهيم خاطئة عند العامة. مثلا أول موضوع أنه مرض ممكن يكون جرثومي وممكن يكون فيروسي. لا، المرض هو فيروسي حتما. تاني شيء، في الناس تقول مثلا أنه والله المرض هذا إذا تكرر أو صار عند طفل ممكن يصير عنده ربو. نعم. هون نحب نفصل شوي بين التهاب القصيبات الشعرية والربو. الربو هو يدخل ضمن التشخيص التفريقي للأمراض اللي تشابه الالتهاب القصيبات الشعرية، ولكن هو مرض مستقل. الربو هو مرض وراثي غير خمجي، يعني غير مسبب بعدوى أو جرثومية أو فيروسية، وأحيانا يعني قليل ما يتظاهر عند الأطفال الصغار، بالعكس بيطلع بأعمار أكبر يعني من السنتين. ولكن الربو عند الأطفال يكون هو أكبر محرض لنوب الربو عند الأطفال هو الفيروسات، يعني هو العدوى الفيروسية. نعم. تصير تحرض نوبة عند المريض الربوي، لأن المريض الربوي عنده مرض يتحرض بمحرض خارجي يعطي أعراض الربو. الشيء المميز بالربو أنه هو أولا يكون وراثي. نعم. في قصة بالعائلة قصة ربو، يعني المسبب مختلف. طبعا هو مرض مختلف. الشيء الثاني انه الربو بيجي بنوب متكررة،
من الوزيز اللي هو كمان مميز لالتهاب القصيبات الشعرية، مشترك كأعراض. طبعا الربو هو نوب من الوزيز المتكرر تحت عند طفل لديه قصة عائلية لمرض الربو. نعم. المرض الالتهاب القصيبات الشعرية إذا صار عند طفل ربوي أو مريض لديه ربو حتى لو غير مشخص راح تفاقم عنده الأعراض. أعراض الالتهاب القصيبات في هذه الحالة، أعراض القصيبات الشعرية تكون عنده أشد وممكن يحتاج لعلاج أكثر واستشفاء أكثر. نعم. يعني قبل بالمشفى بوتيرة أعلى. نعم دكتور، يعني أنت عم بتقول إنه الطفل إذا كان عنده حالة ربو في هذه الحالة أعراض، إذا في هذه الحالة إذا انصاب بالتهاب القصيبات الشعرية الأعراض تمام. عنده رح بتكون أكثر حدة نتيجة تمام. إنه في ربو وفي في التهاب. عنده آلية تانية غير الانسداد. نعم. عنده آلية تشنج بالقصبات بالعضلات المسائل القصبات اللي يسبب التضيق. هذا التضيق مع الوذمة والالتهاب الصاير في لمعة الطريق أو نقص المناعة كمان ممكن يكون تفاقم الأعراض. نعم. لا لما المناعة ما بتأثر. لا. مريض الربو مناعته تكون عن طبيعية. لا دكتور، في حالة إذا كان ربو ومعه التهاب القصيبات الشعرية المناعة رح بتقل نتيجة الإصابة بالتهاب القصيبات الشعرية. لا المناعة ما لها. أو أساساً الطفل مناعته بتكون أقل لهيك بيصاب. هلا الطفل عنده مشكلة مناعية، عنده نقص مناعة. هي نقول عوامل الخطورة. هلا فينا نعددهم. عوامل الخطورة اللي عند مريض الطفل اللي تسبب تفاقم بالأعراض إذا انصاب بالتهاب قصيبات الشعرية أو صار عنده مرض التهاب قصيبات دكتور كمان نتوقف قبل ما نتناول العوامل عند بعض النقاط بالاستطلاع. بعض الأصوات أشارت إنه هذا المرض بينتشر بالخريف، وبعض الأصوات أشارت إنه بالربيع. خلينا نصحح للمتابعين إنه هو مرض حصرا بالشتاء، مرض موسمي. يعني تصير جائحات بالخريف، ممكن يكون في جائحات، ممكن تصير جائحات ببداية الربيع، وهو مرض معروف بفصول الباردة يعني تصير جائحات. بس صار مرض انتشر، صار وباء، ممكن يكون بنهاية الخريف ببداية الربيع. الأجواء الباردة هي اللي تخلي المرض ينتشر ويصير جائحة وباء بسبب الاكتظاظ بالأماكن المغلقة، مثلا في دور الحضانة، في المستشفيات، في مثلا بالبيوت العالم تتجمع، يصير انتشار للمرض أكثر. بينما بالصيف تكون أجواء حارة، القطيرات تتبخر أكثر. نعم. الشبابيك مفتوحة، أبواب مفتوحة، يصير عدوى أقل. دكتور كمان ممكن تصير ممكن تصير حالات فردية بالفصول الثانية كمان. بس الجائحات أكثر شيء تصير بالفصول الباردة. هذا هو النقطة يلي أنا حابة استفسر عنها، إنه بالوقت البارد بالفصل البارد الفيروس بيكون أقوى. طبعا ينتشر أكثر. هي أحد الأسباب إنه بتنتشر بالشتاء أكثر. طبعا. دكتور، مثل ما تناولنا قبل شوي مسألة الربو والطفل اللي بيكون مصاب بالربو، هو في هذه الحالة الربو هو أحد عوامل الخطورة. خلينا نتناول شو هن عوامل أو أسباب التي تؤدي للإصابة بهذا الفيروس أو بهذا الالتهاب. الأسباب قلنا هو مرض فيروسي معدي، عدوى تصير. بس بدنا نعدد عوامل الخطورة اللي تصير فيها تفاقم بالأعراض أو يعني أعراض شديدة. نعم. أول شيء عمر الطفل يكون أقل من 3 أشهر. الخداج، يعني الطفل مولود قبل تمام الحمل، خداج. نعم. البيئة المدخنين، خاصة إذا الأبوين مدخنين أو في تدخين سلبي يؤثر بشدة، يعني هذا يمكن يكون يعتبر أشد العوامل اللي تسبب تفاقم بالأعراض التدخين. الأمراض القلبية والرئوية مثلا السابقة عند الطفل، مرض رئوي، تليف كيسي مثلا عنده مرض، أو أمراض رئوية الربو مثلا. أمراض القلبية مثلا عند مريض عنده تشوه قلبي أو عنده قصور قلب احتقاني. نعم. هاي الأسباب، هاي العوامل تخلي إنه يصير مرض شديد وتفاقم الأعراض، وقد يحتاج الطفل إلى القبول أو غالبا إلى القبول في المشفى أو في وحدة العناية أو العلاج. دكتور، أيضا ممكن يكون القصة العائلية أو قصة وراثية هي أحد عوامل الخطورة.
نسينا نذكر كمان الاضطرابات المناعية، يعني مشكلة بالمناعة عند الطفل أو مثلا مكتسبة كمان، حتى مرض نقص المناعة المكتسب البشري كمان يصير تفاقم بالأعراض. هن عوامل، وعوامل خطورة بتزيد من حدة الأعراض وشدة الأعراض. هل تتوقف أيضا شدة الأعراض دكتور على نوعية الفيروس المسبب للإنسان؟ أيضا هل تتوقف أيضا على مسألة مناعة الطفل والعوامل المحيطة؟ وهل تتوقف أيضا على مسألة كيفية التعامل مع أعراض الطفل من قبل الأم أو الوالدين؟ هذول العوامل كلها المشتركة تصير تدخل ضمن العوامل المفاقمة. أول نوع الفيروس مثل ما ذكرتي حضرتك، نعم. الفيروس المخلوي التنفسي أو الRSV هو يعطي أعراض أشد. نعم. الفيروسات الثانية تكون أعراضها ممكن تكون أخف. العوامل البيئية مثل ما قلنا، الهواء الجاف، البيئة الجافة، يعني قلة الرطوبة بالهواء، التدخين، جو التدخين أو المخرشات بشكل عام، يعني نعم. أي شيء يعمل تخريش عند الطفل بالطريق التنفسي وصار عدو عند الطفل، راح يصير عنده اشتداد بالأعراض. مثل ما الطفل مثلا شخص عنده جلد محروق تيجي تحرقيه مرة تانية. صحيح. التدخين هيك بيأثر على المرض. العوامل الثانية مثل ما قلتي انه سوء التدبير من قبل الامهات او الاهل، اهمال المرض مثلا، اهمال الطفل، عدم اجراء تدابير مثلا تخفف من الاعراض عند الطفل، كمان تصير تفاقم بالاعراض عند الطفل. دكتور، شو هي طرق التشخيص والعلاج لهذا الالتهاب؟ التشخيص اساسا هو تشخيص سريري. تشخيص سريري من الأعراض والحالة السريرية والأعراض نعم. السريرية والعلامات عند الطفل. طبيب بيشخص، يعني مميز، حالة مميزة. الإجراءات التشخيصية طبعا غير ضرورية، خاصة صورة الصدر غير ضرورية، خاصة إذا مريض عم يتعالج مريض كمريض خارجي، يعني خارج المشفى بالبيت. ما في داعي أبدا لصورة الأشعة، لأنه أولا لا تفيد في التدبير، لا تفيد في العلاج، وما لا أهمية. وممكن مريض إذا انقبل بالمشفى أو بالجناح أو بالعناية المركزة ممكن إجراء صورة الأشعة. التشخيص أو التحاليل المخبرية ممكن إذا كمان طفل انقبل بالمشفى ممكن إجراء تعداد مثلا تحاليل إنتانية. يعني هون بيندرج إجراء روتيني بالمشفى يعني الحال. نعم. يعني قصدي انه التشخيص هو سريري اساسا، لانه الاساس يعني بيعتمد على الاعراض بتكون خارجيه والعلامات الموجوده. في امراض ممكن تدخل بالتشخيص التفريقي، يعني تشوش على التشخيص. ممكن نذكرها او نعددها. تفضل. مثل ما قلتي حضرتك، الربو، نوب الربو تتداخل مع التشخيص التهاب القصيبات الشعرية، بس قلنا الربو هو مرض وراثي. صحيح. يجي بشكل نوب متكررة. ممكن الأعراض تكون أكثر أكثر حدة عند الأطفال الأكبر، عكس التهاب القصيبات الشعرية بيكون الأعمار، لأنه هي آلية المرض تختلف عن الآلية اللي في التهاب القصيبات الشعرية. هي عبارة عن تشنج عضلات ملساء اللي تتشكل بعمر أكبر عند الأطفال، وتجي بشكل نوب وراثي. قلنا الشيء الثاني اللي ممكن يتداخل بالتشخيص التهاب القصيبات الشعرية، استنشاق الجسم الأجنبي مثلا عند الطفل صار عنده استنشاق، عم يلعب شغلة فات على الطريق التنفسي على الرئة، يعطي وزيز بيكون مفاجئ، ممكن يكون موضع يعني بطرف محدد حسب المنطقة اللي صار فيها الجسم، وسبب انخماص وسبب التضيق اللي يسوي الوزيز. قصور قلب الاحتقاني كمان يعطي وزيز عند الأطفال. الأمراض اللي ذكرناهم هدول يعني بيدخلوا ضمن التشخيص التفريقي نعم. دكتور، هل من الممكن أن يكون من تبعات إصابة الطفل بالتهاب القصيبات الشعرية أنه ينصاب بالتهابات أخرى، مثلا التهابات بكتيرية أو التهابات في الأذن أو التهابات، لأنه سمعت هيك من بعض الآراء؟
هذول وارد يعني نقول اختلاطات المرض. تماما. اختلاطات المرض ما هي اختلاطات قلنا المرض؟ مثلا انه ممكن يصير تفاقم بالاعراض، يصير استشفاء للطفل بالمشفى، بيفوت قصور تنفسي، ممكن تصير وفاة نتيجة المرض الشديد، ويصير تعب تنفسي عند الطفل ويصير توقف تنفس عند الطفل. ممكن يصير انتانات انتهازية، نقول انتانات انتهازية يعني انتان ثانوي بيجي بعد المرض نتيجة ضعف المناعة الفيروسي، ضعف المناعة، يصير تغير بالتشريح أو العوامل الفيزيائية بالطريق التنفسي. الجراثيم تستغل هالشيء هاي بتعمل انتان ثانوي. ممكن الطفل يصير عنده ذات رئة جرثومية، ممكن بشكل أشعة يصير عنده التهاب الأذن الوسطى الحاد الجرثومي. نعم دكتور، باعتبار المرض هو فيروسي، هنا الطبيب لن يكون هناك مضادات حيوية يعطى للطفل؟ طبعا المضادات الحيوية في تدبير التهاب القصيبات الشعرية ليس لها أي دور في العلاج. مثل ما قلنا هلا إذا صار إنتان ثانوي جرثومي، في هذه الحالة يعطى أدوية. نحتاج إلى العلاج بالمضادات الحيوية أو الأنتيبيوتيك أو أدوية الالتهاب. مثل ما يعني الخطأ الشائع أو التصرف الخاطئ يصير عند أغلب الناس هون، إنه الطفل صار عنده شوية سيلان أنف، صار عنده حرارة، بيركض على الصيدلية بدي شراب التهاب، يعطي شراب التهاب 3-4 أيام ما يتحسن، يرجع على الصيدلي يكون له دور سلبي، سلبي، الشراب ما فاده، أعطيني شيء أقوى. يقوم الصيدلي بيعطيه إبر التهاب، ياخذ إبر التهاب ما راح تفيده طبعا، لأنه قلنا هذا مرض فيروسي محدد لذاته، شفاء عفوي إلا في الحالات اللي تحتاج إلى قبول بالمشفى نتيجة تفاقم الأعراض والمضاعفات. التدبير للحالات الخفيفة طبعا. نعم. مساعدة الطفل بتنظيف الأنف، مفرزات الأنف عن طريق سيرومات أنفية خفيفة، سيروم ملحي خفيف، ترطيب الأنف، شفط المفرزات من الأنف، إرضاع الطفل يكون يعني ندير بالنا على إرضاع الطفل إنه ما نتعب الطفل وقت الإرضاعة، ما نطول بالإرضاعة. ننصح الأم مثلا تعطي الإرضاع على فترات متفاوتة بفترة أقل. انتباه لإماهة الطفل، يعني إنه ياخذ وارد كافي من السوائل من الإماهة. هاي يبين كمان عند الطفل إنه الجفاف الأغشية المخاطية أو قلة التبول. قلة التبول عند الطفل، مثلا طفل عمره كم شهر وصار عنده التهاب قصيبات شعرية والطفل ما عم يبول 5-6 ساعات أو 8 ساعات، هي أحد الأعراض. أحد أعراض اشتداد المرض، إنه الطفل بحاجة للاستشفاء والسوائل الوريدية. نعم. الحرارة قلنا يعني الأم لازم ما تبخل بالخافضات الحرارة. نعم. السيتامول حصرا طبعا. السيتامول مناسب للسنتين الحرارة دكتور؟ هي كمان عم تسوي تسرع بالتنفس عند دكتور الطفل. فيما يتعلق بمخفضات الحرارة، هون السيتامول صحي للعمر 2 وأقل؟ هو منشي السيتامول طبعا. الأسبرين قبل كان يستعمل، وهذا انمنع طبعا عند الأطفال لأنه يسوي متلازمة ري، نقول هذا اختلاط خطير جدا عند الأطفال اللي عندهم انتانات فيروسية، خاصة جدري الماء أو أمراض فيروسية. مع استعمال الأسبرين صار حالات يعني بيكون خطيرة، خطر على حياة الطفل. ايه طبعا. السيتامول دواء آمن ويستعمل كل 5-6 ساعات عند الطفل، تخفيض الحرارة، يعني يخف الأعراض عند الطفل ويريح الطفل، وكمسكن كمان يفيد عند الطفل. دكتور، أشرت لبعض النصائح فيما يتعلق بكيفية التعامل مع أعراض الطفل المصاب بالتهاب القصيبات الشعرية. قبل ما نكمل بالنصائح ونعطي توجيهات للأمهات حول هالنقطة، هل يمكن الوقاية من المرض؟ طبعا يمكن الوقاية من المرض، لأنه هو عدوى. إذا حصرت العدوى، نعم. مثلا الأم اللي تتعامل مع مريض طفل عنده التهاب قصيبات شعرية، تتعامل بحذر، تلبس كمامة، غسل الأيدين مثلا بالماء والصابون، تهوية الغرف، تهوية الأماكن اللي فيها التجمعات الأطفال، مثلا من دور الحضانة أو المشافي، أو أماكن تجمعات مثلا من
الأماكن التجمعات المؤقتة للنازحين والمخيمات وهي والنظافة الشخصية هاي تقطع يعني سلسلة العدوى. وخاصة دكتور إنه ممكن يكون مصدر الإنتان الفيروسي هو شخص كبير موجود بالعيلة أو شخص قريب من الطفل أو الرضيع، مثل ما أشار أحد الأصوات إنه ممكن شخص كبير يكون المرض عنده خفيف كالزكام، بنقل العدوى للطفل الصغير بيكون عنده المرض خطير، يعني ممكن يكون خطير وشديد المضاعفات كالتهاب القصيبات الشعرية. نعم. الكبار هن اللي بينقلوا العدوى غالبا، خاصة الكبار اللي مثلا يتعاملوا مع أطفال مثلا بالحضانات أو بالأماكن الرعاية الخاصة مثلا أطفال المعاقين، هدول كمان يطلعوا لبرا ويرجعوا، هدول كمان يصير مصدر عدوى للأطفال. المشافي مثلا أطفال مقبولين بالمشافي، الممرضات أو الأطباء كمان ينقلوا عدوى من مريض للتاني. هدول كمان لازم يديروا بالهم على النظافة الشخصية والطرق العدوى هي. دكتور، يعني من العلامات التحذيرية التي يجب أن تكون الأمهات منتبهة لهالعلامات مسألة زرقة الشفتين والإيدين، الحرارة المرتفعة، قلة عدد مرات التبول لدى الطفل. في علامات أخرى أيضا يجب الانتباه إليها لأخذ الطفل للطبيب والعناية الطبية. هلا مثل ما قلنا المرض يعني غالبا 90% 90% يكون بشكل خفيف. طفل عنده لا يستدعي العناية الطبية في المشفى، التهاب قصيبات شعرية، عنده تسرع تنفس خفيف، عنده زلة خفيفة، عنده وزيز خفيف، عنده حمى خفيفة، هي السعال، عنده سعال، أقياء مثلا ممكن يصير مرة مرتين نتيجة السعال. هاي المرض يكون نحن نقول مرض الخفيف. علامات اشتداد المرض هي اللي تستدعي انه الام تطلب المشورة الطبية، تطلب الاستعانة الطبية. شو هي علامات اشتداد المرض عند الطفل؟ تسرع تنفس شديد، يصير عنده الطفل ما عم يلحق يسحب تنفس، يصير عنده تطاول بالزفير، عنده عدد مرات تنفس يصير فوق 60 مرة بالدقيقة، ازدياد عدد مرات التنفس، ازدياد عدد مرات تنفس شديد، إن الطفل ما عم يلحق يسحب هواء. عنده الطفل يصير عنده تخليط ذهني، يصير عنده اضطراب بالوعي، ما عم يفيق كتير بين لما الأم تريد مثلا تفيقه بين الرضعات هيك ما عم يصحصح، عنده نقص بالانتباه، اضطراب بالوعي. أيوة. الزرقة مثل ما ذكرتي حضرتك، الزرقة تصير بالأغشية المخاطية بالشفايف واللسان، زرقة مركزية تكون. علامات مثلا مثل ما قلنا كمان نوب توقف تنفس، ممكن يصير نوب توقف تنفس، طفل عم يوقف تنفسه فترة وعم يرجع، هاي كمان علامات اشتداد المرض. بهالحالات لازم الأم طبعا هذا الحالات الأم لازم تراجع الطبيب، والطبيب هو اللي يقيم الطفل من حيث أنه هذا المرض عنده خفيف ممكن يتعالج بالبيت بالمنزل، أو مرض مثلا متوسط إلى شديد، هذا لازم ينقبل بالمشفى، ينقبل بجناح بالمشفى أو ينقبل بالعناية المركزة بالمشفى. يعني المرض هو خفيف ولكن أحيانا يكون خطيرا عندما بتشتد المضاعفات، بتشتد الأعراض، وهون ممكن يكون في تداخل لعوامل عدة، من أهمها عوامل الخطورة يلي أنت أشرت إلها. علامات تحذيرية أشار إلها الدكتور إنه لازم نكون منتبهين لهالعلامات، مسألة ارتفاع الحرارة، الازرقاق، الزرقاء قلنا نوب مثلا توقف تنفس، قلة الرضاعة عند الطفل، طفل ما عم قلة عدد مرات طلب شرب الماء عند الطفل، قلة عدد مرات تبول عند الطفل، هاي كلها علامات تدل على اشتداد المرض. نعم. أو مثلا طفل قاعد وعم يتنفس بصعوبة، يعني عنده عضلات المساعدة للتنفس، عنده أنفه عم يرقص، عنده سحب بين الأضلاع، يعني عضلات التنفسية سحب تحت القص، عم يصير عنده طفل لما يسحب هواء عم يصير عنده صعوبة بأخذ بدل ما الصدر ينتفخ عم يدخل لجوا، هاي نقولها علامات السحب.
هاي علامات شدة تنفسية عند الطفل. هاي تستدعي تقييم من قبل طبيب بشكل مباشر. الطبيب يجي يقيم الطفل من حيث عدد مرات تنفس، عدد ضربات القلب، الأكسجة، قياس أكسجة الطفل، أكسجين الطفل. إذا صار عنده مريض طفل أو أكسجته تحت 90 أو تحت 92 هذا يستدعي العلاج بالأكسجين. أو طفل صار عنده جفاف ما عم ياخذ وارد كافي من السوائل والإيماها، وهذا صار عنده تجفاف بده يتعالج بسوائل وريدية بالمشفى. دكتور، من النصائح يعني مسألة إعطاء الطفل ماء كافي طبعا، ولكن هنا قد يكون العمر يعني عامل، يعني ممكن لازم تكون الأمهات منتبهة لنوعية السوائل يلي تعطى للطفل. كل طفل له حاجة من السوائل حسب وزنه وحسب عمره. الأم تعرف إنه طفلة مثلا عم يرضع كل ساعتين 3 إذا كان حليب مثلا صناعي، إذا كان الطفل أكبر شوي مثلا عم يطلب مي، ما عم يقدر يشرب مي من نتيجة الذلة الشديدة عنده، الذلة التنفسية الشديدة عنده، ما عم يتناول سوائل كافية. هاي من العوامل الخطورة. مثل ما قلت قبل شوي كمان ذكرت إنه الأدوية أو العلاجات العشوائية اللي الأهل عم يستعملوها كمان، يعني هاي مشكلة كمان شائعة. الأدوية الالتهاب ما لها أي دور بالتدبير المرض. الكورتيزونات أو يعني أنا لاحظت كمان خلال الممارسة إنه في للأسف صيادلة أو صيدليات يعني يعطوا أدوية الكورتيزون، بريدنوزولون أو كورتيزونات مثلا ديكساميتازون، شرابات للأطفال عندهم التهاب قصيبات شعرية. بيضاعف المرض دكتور. طبعا بيفاقم المرض أكثر وما بيفيد، يعني ليس له أي دور بالعلاج. إذا كانت الأعراض خفيفة فالتعامل رح بيكون سهل، مخفضات الحرارة اللي هي معروفة، ومسألة التهوية والترطيب. في حال اشتداد الأعراض كما أشرت هون يجب أنه ناخذ الطفل على الطبيب بدل ما نروح نجيب أدوية من الصيدلية ونضاعف حدة الأعراض. نعم. الترطيب قلنا سيرومات أنفية عند الطفل، ترطيب تنظيف الأنف. جو الغرفة كمان ممكن يصير ترطيب لجو الغرفة كمان، ممكن طنجرات مثلا تحطيها على صوبيا أو طنجرة مي مثلا تسوي رطوبة شوي، هاي كمان تساعد انه تخفف السعال عند الطفل، تخفف لأنه الجفاف بيزيد من السعال. الجفاف يزيد من السعال، يزيد من شدة المرض. والتدخين السلبي كتير مهم. التدخين ممنوع. عند طفل لديه التهاب قصيبات شعرية مثل ما قلت لك كأنه حرق موجود على جلده عم تحرقيه مرة ثانية، لأنه التدخين أو الدخان هو يسبب تخريش كيميائي للمخاطية التنفسية، ويصير التفاقم بالأعراض والعلامات عند الطفل. وممكن يكون في هالحالة خطر على حياة الطفل. طبعا الأطفال الأكثر شيء اللي يحتاجوا للاستشفاء أو يدخلوا المشافي هن الأطفال اللي يصير عندهم التهاب قصيبات شعرية لوالدين مدخنين أو لبيئة فيها تدخين سلبي، وهو عامل الخطورة. عامل خطورة. نعم دكتور، بختام لقائنا إذا حابب تضيف أي شيء ما سألناه تفضل. نحب بس هيك ترتيب أفكار، يعني فضل. المرض هو مرض فيروسي. نعم. في عدوى. الأنتيبيوتيك أو أدوية الالتهاب والكورتيزونات لا تفيد في العلاج. نعم. التدبير هو عرضي فقط. ما فينا نقلل فترة المرض أو نشفي المرض بفترة أقل، يعني بس فينا نخفف الأعراض، نتعامل مع الأعراض، نخفف الأعراض عند الطفل. التداخل يصير بشكل مبكر وقت يصير تفاقم بالأعراض. نعم. لأنه إذا صرنا تأخرنا كمان ممكن الطفل لا سمح الله يصير خطر على حياته. الإشارات اللي ذكرناها مثل ما قلنا، التسرع التنفس الشديد، ضعف الإرضاع أو الإيماها عند الطفل، الزرقة، نوب توقف التنفس. كمان هاي ننتبه له إنه أزيز يعني الصدر، أزيز الصوت الأزيز كمان. هلا الطفل إذا صار عنده اشتداد كتير بالأعراض، بالعكس الأعراض تروح.
تسرع الطفل بدل ما يصير عنده تسرع كتير يصير عنده تباطؤ بالتنفس. الصدر يصير صامت. هاي حالة خطرة كتير، إنه الطفل صار على قصور تنفسي وشيك ونقص بالأكسجين، صار تنفس اصطناعي. نعم. دكتور كتير الشكر لك دكتور صخر علي كاختصاصي بأمراض الأطفال، كنت معنا بالاستوديو تناولنا التهاب القصيبات الشعرية لدى الأطفال. جزيل الشكر لك وجزيل الشكر لكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام. هيك خلصت حلقتنا من البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك شيف حسن. إلى اللقاء. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.